سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كما تشوفوا في هذا الفيديو اليوم حبيت نشارك معكم هذا الفيديو، هذا الروتين روتين مسائي يعني وليلي يعني في العاده واش ندير. وحبيت نشكر اولا جميع اللي اشتركوا عندي وجميع اللي راهم يدعموا في هذه القناه واللي راهم يشجعوني بلايكاتهم وتعاليقهم. نشكرهم واحد بواحد دون استثناء، وحده بوحده دون استثناء. ان شاء الله نكون قد حسن الثقه اللي درتوها فيا، بما انكم اشتركتوا في القناه فاكيد شيء يعني جذبكم من هذه القناه. ان شاء الله نفيدكم ونستفادوا من بعضنا بعض ومن تجاربنا. فوالا. لنا راني درت واحد البيتزا اللي شاركتها في القناه، اللي درت حطيتها كامله، وصفه كامله في القناه. هذه الوصفه المعتمده عندي يعني ملي كنت في دارنا نستعملها. درتها لهنا قبل ما نخرج انا واولادي، بما انه كان يوم ويكاند فخرجت معاهم. درتها ترتاح باش من ندخل نلقاها واجده، وخرجنا يعني. ولما دخلت لقيتها الحمد لله لقيتها واجده خامره مليح، ارتاحت مليح. فإذا حبيتوا تجربوا الوصفة جربوها، فهي يعني تنجح لكم 100%. وحبيت أمامتو نهضر على واحد الموضوع يعني فيت في على المرأة اللي عايشة وحدها، يعني ما عندهاش راجل، يعني مطلقة أو أي مكان، ما عندهاش هذا المخلوق هذا المخلوق اللي يسموه راجل في عيادها. فنعرف بعض الناس نسمعهم يقولوا يعني ما تبغيش تنتهلا في روحها أو سامحة في روحها، غير ما عندهاش راجل خلاص. يعني تقول لك ما عنديش علاش نتهلا في روحي، ما عنديش راجل اللي يشوفني، ما عنديش راجل اللي يخليها تحس بهذه الأنوثة تاعها وهذا الاهتمام اللي عطاتها نفسها. فعلاش يا اختي؟ علاش نقارع عن هذا الانسان؟ هو اولى باش يستمتع بالانوثه تاعي، واولى باش يستمتع انا اولى بروحي، انا اولى بالانوثه تاعي، وانا اولى بكل شيء. انا نهتم بروحي على جال روحي، على جال الروح اللي عطاها لي الله سبحانه وتعالى، اللي كرمني بها واللي عطاهاني امانه عندي. علاه نقارع عن هذا المخلوق؟ نخليه محور في حياتي باش هو اذا ما كانش هو ما نهتمش بروحي، واذا كان هو راح نهتم بروحي. علاه؟ عبد كيفاه خلقه الله، خلقنا كيف نروح نقارعه باش يجي هو، باش عادك انا نهتم بالامانه اللي عطاهاني الله سبحانه وتعالى ونصونها. علاه؟ اصلا هكا ما غاديش تستمتعي بروحك. اذا درتي شيء على جال الناس ما غاديش تستمتعي به، ما غادي يعطيك اي نتيجه. العكس غيضري روحك. هذا تدمير ذاتي. وانا شهدت واحد القصه يعني شخصيا يعني بعيني. واحد الانسانه يعني مره ماكيت ويعني ولبست غايه، وكانت تقارح في راجلها يجي، كانت واهتمت بروحها في هذاك النهار على جال باش يجي يشكرها ولا يقول لها كاش حيه ولا. فالصدمه كانت قويه، لانه لما جاء ما ساش عليها ولا المهم ما قارعتش ردة الفعل اللي كانت قارح فيها. فصرا لها كما احنا نقولوا طردقت، ما قدتش، ما نجمتش، ولا تتزقي ولا تبكي ولا علاه؟ باسكو دارتها على جال كانت قارح في ردة فعل معينة من زوج تاعها. علاش ما تقارعيش ردة فعل معينة من نفس تاعك، بانك تبتهجي وتستمتعي وطومبي؟ اللي شكرك واللي ما شكركش تا واحد ما غادي ينفعك اصلا. فاهتموا بارواحكم انتوما، لنفسكم انتوما. الامانه اللي عطاها لكم الله وكرمكم بيها ليكم انتوما، باش عادك اذا استمتع الاخر بها تجي عليه وتجي عليك. ارواحكم ديروا لها مثل هذاك الطفل، موالف نقولها، ديروا لها مثل هذاك الطفل اللي يعطوه لكم امانه. شو واحده من تجي عندكم تعطيكم طفل عندكم تشدوه، كيش تحسوا؟ تقعدوا غير تعسوا فيه، تخافوا عليه، تنتهلوا فيه، تحتانوا فيه، باسكو تخافوا اذا صرات لها كاش حيه. واذا صرات لها كاش حيه كيش غادي تقابلوا الام؟ كيش غادي تقابلوا الاب؟ واش من وجه غادي تقابلوا به؟ فنفس الشيء بالنسبه لله سبحانه وتعالى. اعطاك روح، اعطاك امانه نتهلي فيها لوجه الله فقط، لوجه الله، ليس لإرضاء الآخرين.
فهذا هذا الشيء اللي حبيت نحكي عليه اليوم. وهذا هو الروتين اللي موالف نديره انا. يعني نفوت على المطبخ فين، نغسل الماعين، ننظفه، ونفوت للحمام، ننظفه يعني بشويه خل. ما نحبش الدوش يعني او الحمام يصبح تاني مخرد ومرون. فهادو زوج يعني اللي نحتاني بهم مع يعني كل هذا الروتين الليلي اللي عندي انا: المطبخ والبلاصه اللي ناكلوا فيها يعني سالا مونجي والصال دو بان. هادو هما اللي ننظفهم كل ليله، يعني كل مساء بعد العشاء. ولا هنا حبيت نشارك معكم واحد الروتين تاع العنايه بالجسم. نظن كامل ديروه. حبيت اليوم ندير واحد التقشير. اذا حبيتوا الوصفه تاع المقشر راني نحطها لكم، وصفه يعني رائعه من الحسن الطبيعي والزيت زيتون والسكر. فتقشر مليح. فلهنا درت يعني نيتواياج عادي يعني بالجل نيتوايون تيتو، ودرت التقشير تاعي كيما راكم تشوفوا. لهنا اكيد بعد ما ولادي رقدوا لي انا مستحيل مع الاطفال تقدر ديري هذا الشيء. بعد ما رقدتهم اكيد اعطيت وقت نفسي، يعني دائما نعطي نصف ساعه او ساعه هكا الانسان باش يرقد يرقد شويه في طاقه عاليه. لهنا شاركت معكم هذا المقشر. ولهنا ما عليا غير نقول لكم تصبحوا بخير وليله سعيده ان شاء الله. نتلاقوا في فيديو اخر. يلا بسلامه.